كيك هش وخفيف، ومش عايزه اقولك احلى جاتو شاتو هتعمليه في الخلاط. ونزلت بكوبايه معياريه زيت، عليهم نص كوبايه كاكاو خام وكوبايه سكر وكوبايه لبن، ضربتهم لحد لما الخليط تقل. خدت كوبايه وخليتها على جنب. في نفس الخليط نزلت عليهم ببيضتين بدرجه حراره المطبخ وكيس فانيليا، ضربتهم كويس في بوله. ونزلت بكوبايه معياريه دقيق، عليها معلقه بيكنج باودر ورشه ملح، وقلبتهم بقى كويس. لما اتمزج كله مع بعضه نزلت عليهم بالخليط اللي احنا عملناه. قلبت بقى الكلام ده كويس ميكس كده لحد لما امتزج كله مع بعضه. في صينية بقى متبطنة زيت ودقيق، ونزلت بالخليط. كنت مسخنة الفرن على درجة 180 قبل، ودخلت الصينية في بولة. ونزلت بكوباية كريم شانتيه ومية مثلجة، وفضلت انزل شوية كده واضرب لحد لما الخليط وصل بالشكل ده. هنا بقى الصينية الكيك بتاعتي استوت، قلبتها علشان تبرد. رجعت تاني للكريم شانتيه، خدت من الكوباية اللي احنا شلناها معلقتين شوكولات وضربتهم. نزلت بقى بالكريم شانتيه على الكيك ودخلتها التلاجة نص ساعة، بس انتوا المفروض تدخلوها ساعتين على الأقل. وبعدين نزلت عليها تاني بعد ما سويتها كده بالخليط ده. لو تقل معاكوا شوية حطوا معلقتين لبن. ونزلت بقى على الكريم شانتيه. هنا طبعا كانت عايزة تدخل التلاجة اكتر، بس انا عشان التصوير وقطعتها. ومش عايزة اقول لكم بقى على الطعم والشكل والهشاشة، وما خدتش وقت خالص. فيديوهات كتير بتنزل ولا في لايك ولا شير ولا كومنت. وبعدين ودي احلى كيك واحلى جاتو شاتو، ولايك وشير من فضلكم.